السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تجربة صعبة. تجربة صعبة دي كلمة أنا هقولها على مبدأ إحنا بقينا بنعيشه، وحاجة بقت يعتبر أهم حاجة في حياتنا. الفلوس. الفلوس يا جماعة هي وسيلة ان انت تعيش كويس، وسيلة ان انت تاكل، وسيلة ان انت تشرب، وسيلة ان انت تتجوز، وسيلة ان انت تسكن، وسيلة ان انت تحب، وسيلة ان انت تتحب، وسيلة ان انت تركب، وسيلة ان انت يبقى معاك موبايل، وسيلة ان انت تركب عربية كويسة، وسيلة ان انت تعيش، وسيلة حتى ان انت تشتغل. تخيل ان انت تشتغل عشان تجيب فلوس، فانت لازم تصرف فلوس. طيب يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني احنا بقينا بنقيم بعض بالفلوس، بنقيم حياه بعض بالفلوس، بنشوف بعض كويسين ولا مش كويسين بالفلوس، بنشوف احنا اولاد ناس ولا لا بالفلوس، بنشوف الحياه كده صح ولا كده صح بالفلوس، بنشوف انت حياتك ناجحه او حياتك فاشله بالفلوس، انت راجل كويس ولا راجل مش كويس بالفلوس، انت عارف تصرف على بيتك ولا مش عارف بالفلوس. طب ازاي الكلام ده؟ دلوقتي انا هديكم مثل بحاجة. صداقة بين اتنين بتتحسب بالفلوس، شراكة بين اتنين بتتحسب بالفلوس، حد بيتعامل مع حد فانت مش عارف تصرف هنا، او انا مش كل مره انا ادفع كذا وانت تدفع كذا، او انت تختار المبلغ الاصغر عشان تدفعه، او انت طول الوقت بتفكر ازاي توفر. فاحنا كده بقينا الفلوس. طيب ما طالما انت بتحاول توفر، يبقى انت كده الموضوع عندك فلوس، يبقى انت بخيل، او يبقى انت مش قد ان انت تقعد معايا. طب هو طالما انت بتفكر في كده وبتفكر ان هو مش قادر يقعد معاك وحاكم على الموضوع عن طريق الفلوس، طيب ببساطة جدا ومتناهية، هو انت كمان بتفكر كده ليه؟ ما انت بتفكر زيه، بتفكر ان هي الفلوس هي اللي حاكمة عليك، ان الفلوس هي اللي مدياك القوة ان انت تتكلم. طيب واحدة ست تقول لجوزها انا مش شايفة ان انت زوج كويس، انا اتخدعت فيك، انت ضحكت عليا، انت عيشتني ان انت هتعمل لي وانت ما عملتش اي حاجة. ليه؟ عشان بس مجرد هو ما قدرش يوفر الفلوس اللي هي عايزاها، او ما قدرش يوفر احتياجاتها. ولد او بنت يقولوا لاهلهم انتوا ما عرفتوش تعملوا كذا، انتوا حرمتونا من حاجات كتير، انتوا عشان بس ما صرفتوش فلوس بالشكل اللي احنا محتاجينه، او ما قدرتوش توفروا لنا اللي احنا محتاجينه. طيب هو سؤال بمنتهى البساطه، بس هو لو كان في ايديه يعمل ما كانش هيعمل؟ طيب هو ليه لو كان جاب لك اكله ب 100 جنيه ليه ما صرفهاش 5 جنيه؟ ليه بدل ما يجيب لك موبايل ب 5000 جنيه مش عاجبك، ليه ما جابلكش موبايل مستعمل بزراير؟ طيب هي دي امكانياته. مش هقول ان لكل قاعده ما فيش شواذ، لكل قاعده طبعا في شواذ، في ناس بتبقى معاها وربنا مديلها بس هم مش عايزين يعملوا كده. بس مش معنى كده يا جماعه ان احنا نحكم على بعض ونحكم على كل الناس بالفلوس. الفلوس بقت أداة بيستخدمها الشيطان عشان يوقع ما بيننا، أداة بيستخدمها الشيطان عشان يخلي اتنين يكرهوا بعض، أداة بيستخدمها الشيطان عشان يخلي أهل يبعدوا عن بعض، أهل يقاطعوا بعض، أهل يتخانقوا مع بعض. أداة الشيطان بيستخدمها عشان يخلي إنسان أو أخ يطمع في أخوه، أخت تطمع في أخوها، ابن وابنة يطمعوا في أبوهم. طمع مش حاجة كويسة يا جماعة، ولا الفلوس مخلوقة وربنا أوجدها عشان نقعد نقطع في بعض ونبهدل في بعض ونتخانق مع بعض. الفلوس ربنا خلقها لنا وسيلة، زي ما في حاجات كتير قوي ربنا خلقها بغرض كويس واحنا اللي بنسيء استخدامها. يعني اللي مثلا بيبقى معاه فلوس ويصرفها على حاجة غلط، طب ما هو ربنا مديك نعمة انت بتصرفها في حاجة غلط ليه؟ طب بلاش كده، اللي ربنا بيديله فلوس عشان يشتري عربية بس بدل ما يخلي الفكرة دي حاجة كويسة او يستغلها في حاجة كويسة، لا،
اهل صرفوا على ابنهم عشان يتعلم ويطلع حاجه كويسه، ولما اتعلم وطلع حاجه كويسه ابتدى يستخدم علمه ده في حاجه مضره. طيب ما هي الحاجه اتخلقت لحاجه صح وانت حولتها لحاجه غلط. فالفلوس نفس الكلام يا جماعه، الفلوس دي بقت ابتلاء، والفلوس دي بقت اداه الشيطان بيستخدمها عشان يوقع بين الناس، عشان يطمع الناس في بعضها، عشان يطمع الناس في اليتيم، عشان يطمع الاهل في بعضهم، عشان كل واحد ممكن يكون بيخرج خروجه ولا يسافر سفريه يدفع فيها 10-20 الف جنيه بس اسمه اتبسط. لكن ان حد مثلا قال له انا عايز كذا، او انا هاخر عليك مثلا الفلوس اللي انا واخدها منك بس شهرين 3 عشان مزنوق، لا لا لا، لكن يروح يصرف ويدفع في حاجات ملهاش لازمه، او حاجات ممكن تبقى زايله، ماشي ده صح. لكن انه يدي لغيره او يساعد غيره او يستحمل غيره في زنقته، لا. ان حد يكون ساكن عند حد ومجرد اتاخر في الايجار شويه فيبقى في مشكله كبيره، ويسمعه كلام يضايقه ويقول له كذا 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 وحاجات يعني ممكن تستحملها وممكن ما تستحملهاش. مش بقول ان كل الناس اللي ما بتدفعش كذا ولا اللي ما بتعملش كذا مزنوق، في ناس مزنوقه وفي ناس مش مزنوقه، بس انا بتكلم على ان احنا بقينا نشوف الفلوس هي اهم حاجه في الحياه، ان مصلحتي واهم حاجه عندي، وانا هبقى مبسوط وهبقى واخد حقي وهبقى محدش ضحك عليا من مبدأ الفلوس. اي حاجه تانيه لا. طيب هل انت فكرت او كلنا فكرنا لو الفلوس دي مش موجوده خالص ما اتخلقتش، او لو ربنا دلوقتي جه شال الفلوس دي، الدنيا هتتحسب ازاي؟ او احنا هنتعامل مع بعض ازاي؟ طيب لو انا هديك وانت هتديني، انا هديك عيش فانت هتديني بيض، انا هديك بيض فانت هتديني جبنه، انا هديك خدمه فانت هتديني قدامها خدمه. طيب لو الدنيا ماشيه كده هيبقى في مشاكل ولا مفيش مشاكل؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه، وفي حد هيسالني سؤال ويقول لي طب ما طالما الفلوس هي اللي عامله ده كله، هو ربنا خلقها ليه؟ ما هو كل الحياه يا جماعه ابتلاء، وكل الحياه اختبار، انت هتنجح في ايه ومش هتنجح في ايه. الراجل بيفقد صاحبه ويفقد اخوه ويفقد ناس قريبه من اهله عشان الفلوس. الست اللي انا اسف في اللفظ تهزق جوزها وتخليه تقول له انت مش راجل وكذا وكذا عشان الفلوس. الاهل الزوجه لما يقولوا لا انت ما عرفتش تصرف على بنتنا كذا كذا، لا انت ما عيشتهاش، لا انت كذا كذا عشان الفلوس. طيب هو احنا نسينا مبدأ مهم جدا يا جماعه وحاجه مهمه جدا. ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان في اوقات كتير قوي معهوش ما يكفيه، بس الرسول عليه الصلاه والسلام طيب بلاش. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال يرزق من يشاء بغير حساب، هو انت معدي الفكره دي وشايف ان الفكره دي ملهاش اي لازمه؟ فكره ان ربنا هو الرزاق، فكره انه بيقسم ارزاقه بالحكمه اللي هو شايفها، فكره انه يدي لده كذا ويدي لده كذا ويدي لده كذا ويدي لده كذا، انت مش شايفها؟ طيب انا كلامي دلوقتي للناس اللي بتطمع، وللناس اللي بتحاول تحافظ على حقوقها، وللناس اللي بتحاول تاكل حق غيرها، وللناس اللي مش فاهمه وبتحاول شايفه ان حقها ان هي ما تديش للي قدامها فرصه ولو حتى يوم انه يحاول يقف على رجله، او يحاول يديلهم اللي هم عايزينه، او يحاول يسدد اللي عليه. يا جماعة ابعدوا عن الفلوس وانسوا الفلوس شوية، وخلي الفلوس حاجة انت بتستخدمها مش حاجة الشيطان بيستخدمك عشانها. ما تخليهاش وسيلة الشيطان بيضغط عليك بيها. اشوفكم على خير، ويا ريت كلنا نشير الفيديو ده عشان موضوع الفلوس ده بقى موضوع صعب يا جماعة، وبقى يحصل خلافات كتير ومشاكل كتير وصعبة جدا بين الاهل والصحاب وبين اقرب الناس لبعض عشان الفلوس. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.